أخذ وخلف قرار العاهل المغربي القاضي بإبعاد وزير الشباب والرياضة عما تبقى من أنشطة كأس العالم للأندية خلف ارتياحا وسط فعاليات الرأي العام المغربية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في المغرب يخضر نوالي. تدفقت تداعيات المشاهد السيئة لملعب الأمير عبد الله بسرعة لتدخل الإجراءات العملية جوابا على التذمر الذي عبر عنه الرأي العام، لا سيما بعد أن تناقلت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الحدث بسخرية. العاهل المغربي أقدم على إبعاد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين من أنشطة الموندياليتو، خبر لقي تجاوبا مريحا. هو قرار جاء بعد تأني بعد أكثر من أسبوع على وقوع الأحداث، وبالتالي يستمد مشروعيته من أنه بعد هدوء الأعصاب، ثم أنه جاء بعد تأسيس لجنة تحقيق قامت بتحديد المسؤوليات وربما قطعت أشواط في عملها، وربما وصلت إلى نتيجة أن وزير الشباب والرياضة مسؤول مسؤولية كبيرة حول هذه الأحداث. الوضع الناتج عن القضية انبرى له الإعلاميون والناشطون المدنيون بالمطالبة بالتحقيقات، ويبدو أن الملف لن يقفل غدا. التوقيف عن ممارسة مهامه في الإشراف على الموندياليتو هي خطوة إيجابية، لكن نتمنى أن تعقبها خطوة قضائية من خلال فتح قضائي، لأننا نتكلم عن 22 مليار سنتيم مغربية، وهذه أموال طائلة. عدم تصريف الأموال عدم تصريف المياه عند الفيضانات يعني أن هناك اختلال، وبالتالي يجب تقديم المتورطين إلى العدالة لتقول كلمتهم فيها. في الناتج فإن الموضوع مرشح لتفاعلات أخرى، ولا شك فقد تليها إجراءات أخرى. ردود فعل غير عادية لا تزال تصاحب أزمة مركب الأمير عبد الله. الكثير من الاحتمالات واردة، والكثير من التحليلات أيضا ستجد